سلام. الكثير من المواطنين كيتسائلوا على الرئيس الجزائري فين مشى، وين راهو الرئيس الجزائري. بالطبع هذا السؤال ماشي من عند المغاربه، انما سؤال من عند الاخوه الجزائريين. رئيس تاع البلاد وراه الرئيس تاع البلاد. اذا الى لاحظتوا ان هذا المواطن هو كيتساءل على الرئيس وين راه، لانه تقريبا من 28 اكتوبر ان الرئيس هو غابر. هنايا السؤال اللي غادي يوجه هو انه بغينا نشوف الرئيس على شكل فيديو. تبون رئيس عبد المجيد تبون يبعث برساله الى شعبه يطمئنوا راهي عندها شهرين عمي الحاج، واحنا الرسائل ديرونا فيديو شوفوا الرئيس وين راه. اذا كيف ما كتشوفوا هذا المواطن هو كيطلب بالفيديو باش يشوف الرئيس. اذا هنايا واحد التصريح مثير للرئيس ماكرون، كيتحدث انه قال في مقابله نشرتها الجمعه مجله جون افريك انه سيفعل كل ما بوسعه من اجل مساعده الرئيس الجزائري الشجاع من اجل انجاح العمليه الانتقاليه في الجزائر. الناس اللي ما عارفينش هو انه هذا الرئيس الجزائري اغلبيه الجزائريين ما باغينوش. وقال ماكرون سافعل ما بوسعي من اجل مساعده الرئيس تبون في هذه المرحله الانتقاليه، انه شجاع، مضيفا لا نغير بلدا ومؤسسات وهياكل السلطه في بضعه اشهر. يعني انه ملي جاء الرئيس تبون انهم غاديين يقوموا بواحد التغييرات اللي خلفها بوتفليقه. وقال لهم ان هذه التغييرات ما يمكنش تكون في اشهر، يعني كيلزمها سنوات. يعني هذا الخطاب على اللسان الفرنسي. واوضح لدى سؤاله عن الحراك الاحتجاجي في الجزائر، بحيث ان هنالك حراك احتجاجي في الجزائر على هذا الرئيس تبون، ولكن هذا الحراك مقفاه فقط الجائحة ديال كورونا. لولا الجائحة لكان حراك كما كنا نراه سابقا بالنسبة في العهدة الخامسة ديال بوتفليقة. إذن ثم حراك ثوري لا يزال قائما بشكل آخر، ثم أيضا رغبة بالاستقرار، ثم رغبة بالاستقرار خاصة في أكثر المناطق ذات الطابع الريفي في الجزائر. إذا حنا غنتجاوزو هادشي وغنجيو هنا لتحت. وأكد، حنا غنسيليكسيونيو هادي اللي محتاجينها. أكد إيمانويل ماكرون أنه يحظى كل مرة بحوار مصارحة مع الرئيس. إذا يعني أنه دائما كيدير واحد الحوار هو وياه، يعني كيتصل به، ولكن لست أبدا في موقع التوجيه أو إعطاء الدروس. الجزائر دولة كبيرة، لا يمكن لإفريقيا النجاح دون أن تنجح الجزائر. إذا إلى لاحظنا أنه الرئيس الفرنسي ماكرون هو أنه كيقوم بالصباغة، كيقول لي مودي انه دائما كيتصل بالرئيس الجزائري تبون، ودائما كيهو في تواصل معاه، وانه ما كيقدرش يعطيه توجيهات. بحال نقولوا ان الجزائر كتمشي فقط التوجيهات الفرنسيه، ما نقدروش نعطيوه دروس بحكم انه الحاله ديالهم الصحيه متدهوره، والجزائر دوله كبيره وما يمكنش لافريقيا انها تنجح بدون نجاح الجزائر. وهنايا كانت الإصابة ديال الرئيس في عمره 75 عام كورونا، وتلقيه العلاج منذ 28 أكتوبر بألمانيا. ولحد الساعة ما كاينش شي فيديو ولا شي حاجة كتبين أن بصح الرئيس الجزائري هو كيتعالج في ألمانيا وفي مستشفى عسكري إلى غير ذلك. لحد الساعة كل ذلك هو فقط تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.